يا مساء الفل والجمال عليكم، اخباركم ايه؟ الزمالك بيفوز على فيوتشر 2-1 في ماتش في دور الثمانيه من الكونفدراليه. الزمالك بيفوز يعتبر بره ملعبه، لان الماتش ده هو ماتش فيوتشر كان بيتلعب في استاد السلام. خلينا نقول ان الشوط الاول خلص 1-1 بين الفرقتين. شوط اول جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك قرر انه يبدا باحمد حمدي، واحد من اهم مكاسب الزمالك في الماتش ده، بخلاف ماتش الجونه جنب دونجا، وقدامهم او جنبهم يوسف اوباما، وعلى اليمين شيكابالا، وعلى الشمال مصطفى شلبي، ومهاجم وحيد ناصر منسي. وطبعا الزمالك اختار عمر جابر وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد وفتح ومحمد عواد، اللي النهارده جات له كوره وحيده في الشوط الاول ما كانش موفق فيها تماما. اعتقد ان الجون الاول هو مسؤوليه محمد عواد، والجون الاول للزمالك هو مسؤوليه جنش. الاثنين حراس مرمى دوليين يا جماعه. الزمالك عنده ازمه كبيره جدا جدا في حراسه المرمى. يمكن كنت في فيديو قبل كده قلت لكم الزمالك مطالب انه يثبت جون من الاثنين. الزمالك بيلعب بصبحي ماتش وعواد ماتش، فده بيلعب بيكون مستوى وحش بيخش في جون، فالتاني بيلعب بيكون مستوى وحش بيخش في جون. اعتقد على جوزيه جوميز انه يختار واحد من الاثنين، وهو ده اللي يلعب، هو ده اللي يكمل طول الوقت عشان كمان يستعيد مستواه، ولان فورمه الماتشات هتيجي اوتوماتيك مركز حراسه المرمى تحديدا. الزمالك الشوط الاول ما كانش افضل حاجه، يمكن احمد حمدي الوحيد اللي كان نسبيا افضل في الزمالك هو ودونجا. الزمالك كان بيخلق فرص كتير من ناحيه اليمين، لكن كل الكور وكل المساحات اللي بيتحرك فيها عمر جابر عشان ياخد الاوفرلاب بين شيكابالا او ياخد العرضيات او الكور القطريه على الارض اللي بتلعب من دونجا واحمد حمدي، كانت العرضيات كلها مش مظبوطه. الزمالك في اول دقيقتين كوره جت في العارضه من الراسيه بتاعت محمد فاروق، وقفت الزمالك في الكورنر كان فيها مشكله. كوره جت في القايم وردت احمد عاطف في لعبها لبره. الزمالك كان عنده ازمه كبيره جدا استقبل بيها الجون من غلطه كبيره جدا. كوره الجون اللي دخلت في الزمالك دي الكوره كانت اصلا مع الزمالك، مصطفى شلبي رايح والراجل قطم لجوه واتفتحت له الزاويه، الكوره اللي بيحب يحطها مصطفى شلبي، لكن هو قرر فجاه انه يلعب الكوره بكعب رجله لاحمد حمدي اللي جاي شاط، والكوره ردت وبقت هجمه مرتده على الزمالك. مساحات واسعه جدا، الزمالك عنده ازمه كبيره جدا لما الكوره بتتقطع في المساحات الواسعه في ظهر الديفنس بتاعه، خاصه ان حسام عبد المجيد مش افضل حاجه. حسام عبد المجيد بيرجع بظهره اتكعبل في الراجل اللي واقع من لعيبه فيوتشر، والكوره كملت وراح فيوتشر، اتعملت لعلي ياسر اللعيب المعار من الزمالك وسجل الكوره في الزاويه الضيقه بتاعه محمد عواد. تاني الزمالك قدر يرجع في النتيجه من كورنر بتاع زيزو، عرضيه على دماغ حمزه المسلوسي، واحد من افضل لعيبه الزمالك طول الوقت، والراجل عامل ماتشات مهمه جدا. يعني الزمالك كان في النص في الشوط الاول بيعيبوا ان شيكابالا ما قدرش يشكل خطوره، مصطفى شلبي ما قدرش يشكل خطوره، كانت كل خطوره الزمالك بتيجي من الكور الثابته فقط لا غير. يمكن الزمالك ما كانش ليه اي كور خطيره في الشوط الاول. الشوط الثاني اختلف الوضع نسبيا. اولا كابتن تامر مصطفى كان بيهاجم الزمالك من الشوط الاول وكان بيطلع يضغط في نص الملعب، فكان مضايق لعيبه الزمالك على عكس طريقه كابتن تامر مصطفى. الشوط الثاني كابتن تامر عمل تغييرتين، لاعب محمد ربيعه مكان محمد صادق، فمحمد ربيعه بيعتبر هو الباك ليفت، وزق جوناثان شويه كانه وينج باك او جناح بيلعب يرجع يرتد، فيبقى في الحاله الدفاعيه 5، وبدا يضيق الملعب على لعيبه الزمالك. الزمالك في الدقيقه 57 عمل تغييرتين مهمين محتاجين بقى نقف عندهم، طبعا تغييرتين مهمين جدا. نزول سيف الجزيري، انا بالنسبه لي مكان ناصر منسي، انا ترتيبي لمهاجمين الزمالك وقولوا لي رايكم: سيف، ناصر، سامسون اكينولا كمهاجم، وحط سامسون اكينولا مكان شيكابالا، ولعب سامسون كانه هو اللعيب اللي تحت. في الزمالك بيلعب باثنين فراوده، واحد تحت واحد ناصر سيف الجزيري، تحتيه سامسون اكينولا. سامسون بيعمل الدور ده كويس، انه ينزل يستلم بين الخطوط، وفي كوره فوتها لاحمد حمدي واكتر من كوره قدر يلمس الكوره طول ما هو بيلعب في العمق، طول ما هو بيلعب بين الخطوط وبينزل يستلم. سامسون في السكواد الحالي للزمالك مفيد لما يلعب مهاجم تحت سيف او تحت ناصر منسي. من الدقيقه 57 للدقيقه 72 يمكن لغايه التغييره بتاعت مصطفى شلبي الزمالك فقد نص الملعب تماما، وكانت كل التحولات خطيره فيهم. الكره اللي حسام عبد المجيد زحلق وحاول يتشعبط في رجل اللعيب وحطها علي زعز على احمد عاطف، احمد عاطف حطها بشماله وجت في القايم. كورتين على مرمى محمد عواد، واحده في العارضه وواحده في القايم. يمكن الزمالك كانت تيرنينج بوينت الرئيسيه ومشيت تغييره متاخره جدا 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 هو محمد شحاته. انا مش عارف ايه المشكله اللي عند جوزيه جوميز ومحمد شحاته. ان محمد شحاته لعيب مهم جدا للزمالك في نص ملعبه، يمكن بعد ال 30 دقيقه اللي لعبهم في ماتش الاسماعيلي ما اخدش ولا دقيقه، لكن اللي اتفرج على بطوله غرب اسيا بتاعه المنتخب الاولمبي شحاته لعب مع ميكالي والراجل ماشي كويس جدا. فانا مش عارف ايه الحكمه ان هو مش مقتنع بيه، او ما اعرفش هل دي قناعات فنيه ولا ايه، لكن شحاته شويه اللي لعبهم كان هو اللي قادر يقود نص ملعب الزمالك انه يستخلص الكوره. حتى الكوره واحده من احلى جمل اللقاء احمد حمدي لشحاته، اللي احمد حمدي لعبها لسيف الجزيري واتحرك، سيف اتطرف واحمد حمدي راح واتلعبت له حطها ببطن رجله. الكوره دي لو كان يوفق انه يحطها كان هيبقى جول من احلى الاهداف، لان هي جمله حلوه جدا. ولو تفتكروا في ماتش الجونه في الشوط الاول احمد حمدي برضو قطع بالطول، عمل كوره حلوه جدا، هو بيجي من تحت كويس جدا وبيكمل.
مكسب كبير جدا للزمالك. احمد حمدي دونجا عامل جيم كويس جدا بعد ما نزل شحاته، كان قادر يستخلص الكوره كويس جدا، قادر يطلع الزمالك بالكوره، عنده مجهود وورك ريت قوي جدا فبيقدر يقطع الكوره. الزمالك كان افتقد نص ملعبه في مساحات واسعه جدا، علي زعزع كان بيروح يعمل دبل باس او 1 2 في نص الملعب ويعدي زي السكينه في الحلاوه لغايه ما نزل محمد شحاته. الزمالك لو لعب بثلاثه، لو شوف دونجا، محمد شحاته، احمد حمدي، خلي بالك الزمالك كان بيلعب مع فيوتشر الاسبوع الجاي في الماتش بتاع الكونفدراليه في العوده، هيلعب برده من غير طبعا ناصر ماهر وعبد الله السعيد. لما يروح يلعب بقى في الدوري الزمالك عنده ماتش مع الاتحاد السكندري اعتقد ثاني يوم العيد، لازم الزمالك يبقى عارف ان اللعيبه اللي هتكمل معاه الكونفدراليه باعتبار ان ده التارجت الاول لفرقه الزمالك هي اللي هتكمل معاه. يعني ما ينفعش يلعب في الكونفدراليه باحمد حمدي وشحاته ويقوم جاي في الدوري مقعدهم ولاعب ناصر ماهر مثلا وعبد الله السعيد. لازم دول يبقى ليهم دلوقتي الاولويه، وعبد الله وناصر ياخدوا وقت قليل رغم ان الزمالك عنده تارجت اساسي في الكونفدراليه وهي البطوله اللي الزمالك ممكن يكمل فيها. لان لو قدر يعدي ماتش فيوتشر والزمالك عامل نتيجه ايجابيه يعتبر بره ارضه، هيبقى عنده استاد مالي اعتقد ودريمز الفريق الغني اللي بيلعب فيه جون انطوي بالمناسبه، وغالبا جون انطوي هداف البطوله، وبعد كده يقدر يصعد بعد كده للفاينل ان شاء الله. فالزمالك لو عدى فيوتشر هيبقى عنده مواجهه على الورق في المتناول اعتقد يعني قدامه. طبعا ساعتها هنتكلم عن الفريق ده بالتفصيل، لكن الزمالك محتاج يثبت ثلاثيه نص الملعب، محتاج يدي لمحمد شحاته كتير جدا، محتاج يدي لاحمد حمدي اللي تالق بشده. فالزمالك الاثنين ماشيين كويس، ولسه كمان زياد كمال بالمناسبه لو الزمالك قدر يبقى في الجيم الجاي مع فيوتشر يعمل نتيجه ايجابيه مثلا الشوط الاول، اعتقد ممكن يدي لزياد كمال بعض الدقائق ويريح دونجا شويه. والزمالك النهارده كان عنده ازمه في الانذارات، زيزو اخذ انذار، انا بشوف ان كان واحد لعيب زي زيزو بالخبرات دي ما كانش المفروض ياخد انذار زي ده، اخذ مجموعه كبيره من الانذارات، اعتقد فتوح كمان اخذ انذار، دونجا اخذ انذار، وسامسون اكينولا. في المجمل الزمالك قدر يرجع الشوط الثاني كان افضل نسبيا، عنده مشاكل بس الزمالك يعني تطور هامش، تطور بسيط خاصه في الشوط الثاني لما محمد شحاته نزل واحمد حمدي بدا يكمل هو اللي بيعمل الزياده الهجوميه. لا غنى عن زيزو بالتاكيد في ناحيه اليمين للزمالك، مصطفى شلبي ناحيه الشمال، نص ملعب الزمالك دونجا، احمد حمدي، ومحمد شحاته، هيكون نص ملعب متوازن نسبيا، وقدامهم سيف الجزيري. خط الدفاع اعتقد معروف للكل، كابتن تامر مصطفى عمل جيم في حدود الامكانيات وفرقه كويسه واتطورت جدا جدا معاهم. علي ياسر المهاجم الراجل اداله قدر يسجل، لكن بشوف ان الزمالك مطالب ان يثبت اللعيبه بتاعته دي في التشكيل تحديدا، لان دي اللي ممكن تقود الزمالك في الكونفدراليه، واللعيبه تدي تقل وتدي عمق في القايمه اكتر لما الزمالك يلعب في الدوري، لان ده التارجت الثاني للزمالك انه يخلص في المراكز المؤهله لدوري ابطال افريقيا. ده كان كل كلامي عن ماتش الزمالك وفيوتشر، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب. كل سنه وانتم طيبين.